السلام عليكم. ميدالية ذهبية جديدة للجزائر اليوم في منافسات الألعاب البارالمبية الجارية في باريس الفرنسية. الميدالية كانت عن طريق البطل اسكندر جميل عثماني في فئة تي 13 لمسافة 100 متر. البطل اسكندر عثماني وهو بطل أولمبي سابق في 100 متر وال400 متر، وأيضا بطل عالمي. كان في تنافس شديد منذ البداية مع البطل النرويجي صاحب الرقم القياسي العالمي كارفالي النرويجي الذي بحوزته 10 ثواني و37 ثانية أو 10 ثواني و37 جزء بالمئة كرقم قياسي عالمي. وبداية السباق كانت قوية خاصة من طرف النرويجي الذي تفوق في 50 متر الأولى على اسكندر جميل عثماني، لكن الجزائري بكل عزيمة وقوة خارقة تمكن في 40 متر الأخيرة من العودة شيئا فشيئا حتى تفوق في 10 أمتار الأخيرة ودخل متقدما على منافسه العنيد ومسجلا رقم قياسي بارالمبي جديد قدر ب10 ثواني و42 جزء بالمئة. وتعد هذه الميدالية هي الميدالية الثانية للجزائر من حيث المعدن النفيس، أي الميدالية الذهبية، وأيضا ميداليتين برونزيتين. المرتبة الثانية عادت للبطل النرويجي، والمرتبة الثالثة عادت للبطل الياباني. البطل النرويجي سجل 10 ثواني و47، والبطل بطل اليابان سجل 10 ثواني و80 جزء بالمئة. للإشارة، اسكندر جميل عثماني سيكون يوم الخميس في منافسات 400 متر، ومرشح أيضا بقوة لنيل ميدالية وبدرجة أكبر ميدالية ذهبية. وهذه الميدالية هي الميدالية الثانية اليوم بعد برونزية ليندا حمري في الفترة الصباحية في منافسات الوثب الطويل. بهذا تصبح الجزائر برصيد 4 ميداليات ذهبيتان وبرونزيتان، وتحت مؤقتا المرتبة الثانية والعشرين. مزيد من التألق والنتائج الجيدة والميداليات والأرقام لممثلينا في الألعاب البارالمبية، وتشجيعا منا سننقل كل المنافسات الخاصة بهذه هذه الفئة التي تعاني عديد الأمور خاصة في الحياة اليومية، وكتشجيع منا سنقوم بنقل مختلف منافستهم. شكرا لكم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.